عاد إليكم من جديد. من بعد ما جبنا التوقعات صحاح ديال دور الثمن، خطينا في مباراة وحدة اللي هي ديال تونس ومالي. توقعت مرور تونس ولكن كانت المفاجأة ودازت مالي. دابا غادي نتوقعوا مباريات الربع وإن شاء الله نجيبهم كامل. المباراة الأولى غنبداو بمالي والسنغال، مباراة اللي كنتوقع مرور المنتخب السنغالي. ما غنقولش بسهولة، وإنما كاين فوارق كبيرة. منتخب مالي كيلعب فقط بالقوة البدنية وكيبقى يتسنى المرتدات، وحتى المرتدات ما عندوش معاهم. لهذا كنرشح فوز السنغال 3-2. المباراة الثانية اللي غتكون بين مصر والكوت ديفوار. كوت ديفوار عندها واحد الحساب مع مصر، علاش؟ لأن هي العقدة ديالهم، وفي الوقت اللي كانوا عندهم نجوم كبار مثل دروغبا وتوري وكلشي، وكانوا كيربحوهم فقط باللاعبين المحليين. لهذا غادي تكون مباراة ثأرية، وكنظن باللي جا الوقت باش يكسروا هذاك العقدة، حيتاش الوقت تبدلات ومنتخب صراحة واقف بزاف. واخا حتى مصر مزيانين ولكن كوت ديفوار تربحهم. ودابا غندوزو لأقوى مباراة في دور الربع، وهي الجزائر ونيجيريا. مباراة اللي قوية بزاف بين جوج ديال الفرق واقفين بدنيا وكل شيء، كيلعبوا مزيان، قادرين انهم يربحوا بجوج بهم، قادرين انهم يحسموا مباراة في 90 دقيقة. ولكن نظرا للقوة ديال الفرق بجوج كنتوقع ان هذه المباراة غادي تمشي حتى الاشواط الاضافية، وغادي نرشح فوز نيجيريا. علاش؟ ماشي ضد في الجزائر، وانما الطراوة البدنية. لعبوا متأخرين على الجزائر ولعبوا غير 90 دقيقة، وكانت مباراة شيئا ما سهلة، عكس الجزائر اللي لعبت 120 دقيقة. مباراة كانت صعيبة بزاف. لهذا توقع نيجيريا. وغادي يبقى دابا المنتخب المغربي ضد المنتخب الكاميرون، وحتى هذه مباراة اللي غتكون صعيبة بزاف، ولكن السبوعة ان شاء الله غادي يجيبوها وغادي نتأهلوا لنصف النهاية. اذا كنرشح المنتخب المغربي على حساب الكاميرون، وكنتوقع باللي غادي تكون مباراة قوية وفوز كبير ان شاء الله. خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، وشوفوا واش نتوما متفقين معي في هاد التوقعات او